قدمت شكوى في مكتب العمل ضد أمي وأختي عشان شغلوا بنتي 15 سنة ببلاش، وقالوا دي العيلة. أمي عندها مطعم وأختي هي اللي بتديره. المطعم كان محتاج ناس شغل، فبدل ما يعينوا حد جابوا بنتي اللي عندها 15 سنة تشتغل بعد المدرسة. أسبوعين كاملين، مسح ترابيزات، غسيل أطباق، تقديم أكل، ولا جنيه، ولا حتى هتاخدي أجرك آخر الأسبوع. بنتي ما اشتكتش، كانت ساكتة لأنها طول عمرها بتحاول تحس إن عيلة مامتها قبلها. يوم خميس أمي بصت في عين بنتي وقالت لها بكل برود: انتي مش هتاخدي فلوس. وأختي كانت واقفة ورا الكاونتر ضحكت وقالت: ده المفروض تشكرينا إننا خليناكي تساعدينا أصلاً. رجعنا البيت، لقيت بنتي قاعدة في أوضتها، لا بتعيط ولا بتتكلم، النوع اللي بيسكت لما يتكسر. سألت أمي في رسالة: انتي قلت لها مش هتاخد فلوس. ردت: دي بتساعدنا والعيلة بتعمل كده لبعض. كلمت أختي: من الأول ناويين ما تدفعوش. قالت ببرود: هي اللي كانت عايزة تشتغل، إحنا ما غصبناهاش. بس الحقيقة ضغطوا عليها، طفلة 15 سنة عايزة تتحب. بالليل جمعت كل الرسايل، سكرين شوت لكل طلب شغل، دخلت على قوانين العمل واكتشفت إن اللي عملوه مخالفة صريحة للقانون. قدمت شكوى ونمت. صحيت على موبايل مولع، أمي، أختي، رسايل، فويس نوتس. أختي سايبة رسالة بتقول: انتي عملتي إيه؟ لازم تلمي الموضوع. بعت لأمي رسالة واحدة: اسكتي، أنا باخد حق بنتي. ابتدوا يلعبوا لعبة الذنب، المطعم ممكن يتقفل، ماما منهارة، انتي كبرتي الموضوع. أمي قالت: ما كنتش أعرف إن ده غير قانوني، إحنا بس كنا عايزينها تحس إنها من العيلة. من العيلة يعني تمسح دهون المطبخ ببلاش؟ قلت لأمي: الشكوى مش هتتسحب، والحل الوحيد إنكم تدفعوا كل ساعة اشتغلتها بنتي وما تطلبوش منها تيجي تاني. دفعت عن طريق فانمو، وأختي بطلت تكلمني، وأمي بعت فويسات نصها اعتذار ونصها لوم. بنتي قررت تبعد شوية عنهم، قرارها هي مش قراري. وساعات بسأل نفسي: هل كنت أقدر أحلها بمكالمة؟ بس كل ما افتكر بنتي وهي مكسورة وساكتة أعرف إني عملت الصح.